عمرك شفت بنت صاحية أو نازلة وسط الحر وتحسيها طالعة من لوحة؟ رايقة، لفة طرحتها مظبوطة، ولابسة واسع وشيك، وهدوء الدنيا فيها. السر مش في الكيمياء يا هاني، السر كله في شوية تفاصيل صغننة بتعمل كاريزما من غير مجهود. طالما دخلت لمتنا النهاردة، تعالى أقولك على تكتين تخلي برستيجك في السما وكلامك مسموع. اشتركي بسرعة في القناة، هاتي كوباية شاي بالنعناع دافية وتعالي جنبي. أول تكة، وطي الموتور شوية. الصوت العالي والزعيق مش بيجيب حق، بالعكس ده بيضيع الشياكة في ثواني. الهانم لما تتكلم بالراحة وبثقة، نبرة صوتها هادية ومفهومة. تاني حاجة، ركزي في قعدتك، بلاش حركة الإيدين الكتير اللي بتعبر عن التوتر. افردي ظهرك وخلي حركتك رزينة. الهدوء ده بيدي انطباع للي قدامك انك تقيلة وواثقة في نفسك ومفيش كلمة بتهزك. وعشان لمتنا دايما فيها بنبناية، خدي اصول الرد دي من هانم للهوانم. لما حد يرمي عليكي كلمة مش لطيفة او سؤال بايخ وسط الناس، بلاش عصبية وخناق. بصي في عينيه وابتسمي ابتسامة هادية وباردة جدا، وقولي بكل روقان: كل حد وله طبع يا هانم، ربنا يوفق الجميع. ولفي وشك وكملي كلامك عادي مع اللي جنبك. بالرد ده انت حطيتي حدود للي قدامك وحفظتي برستيجك من غير ما تنزلي لمستواه. قوليلي بقى في التعليقات يا هانم، ايه اكتر حاجة بتعصبك في القعدات وبتتصرفي معاها ازاي؟ مستنية دردشتكم الرأية في التعليقات، وما تنسيش تتابعيني هنا وعلى التيك توك. سلام.